جنون إسرائيل بعد أن طوقتها النيران من جهة وحاصرتها موج عارم من السخرية من جهة ثانية، إذ إن أغلب المواقع العربية التي تناولت خبر الحرائق التي نشبت أمس داخلها تضمن تعليقات للمتفاعلين الذين رأوا ذلك انتقاما من الله على تصديرها للظلم بالجغرافية العربية. وإذا كان الفيسبوكيون العرب في مختلف دول العالم قد سخروا من إسرائيل، فإن المغردون في تويتر خاصة الفلسطينيين أمطروا الكيان الصهيوني بشتى التعابير التي تقطر شماطة، معتبرين تلك الحرائق انتقاما من الله على منع إسرائيل الأذان. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لجأت إسرائيل عبر حسابها الرسمي بتويتر بالعربية إلى الرد بأسلوب مختلف منذ احتلالها لأرض فلسطين، حيث اعتمدت في الرد على كل الشامتين بالقرآن الكريم عوض اللجوء إلى كتابها التوراة، حيث قالت في حسابها بالعربية: من إسرائيل لكل من يشمت. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الحجرات 11. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.